صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وصحتكم كويسه يا رب ويومكم حلو ان شاء الله. بقالي كتير طبعا ما بعملش فيديوهات طويله زي كده. الفكره بس ان انا جيت الفتره اللي هي قبل العيد على طول دي وحصل معايا دروبات، الحمد لله ربنا عادها على خير، علشان كده ما قدرتش اكمل معاكم السلسله بتاعه فيديوهات لحد العيد. هما حوالي كان تقريبا فيديوهين او 3 كنت هعملهم بس ما اتعملوش. يلا الحمد لله تتعوض في العيد الكبير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض فيديو لتنظيف البشره. ده فيديو ده كنت ناويه اعمله قبل العيد ان شاء الله، بس يعني ما حصلش نصيب الحمد لله يعني، فان شاء الله هعمله معاكم النهارده واحده واحده بخطوات بسيطه ومش مكلفه خالص من البيت، ازاي انك تقدري تعملي تنظيف لبشرتك بالبخار في البيت. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده دوسوا لي لايك ليه على طول. الخطوه بتاعه تنظيف البشره بالبخار في البيت او ايا كان انت هتعمليها بره، ايه هي فوائد اصلا تنظيف البشره؟ انت تعملي تنظيف لبشرتك بالبخار في البيت. الكلام ده طبعا ما ينفعش على طول، يعني ما ينفعش اقولك كل اسبوع ولا كل يوم، ما فيش اصلا حد بيعمل كده، علشان خاطر الخطوه دي ممكن تتعمل مره كل شهر، كل شهر ونص بالكتير قوي يعني. ما تتعملش اقل قبل كده ولا بعد كده، تمام؟ فالخطوه دي مهمه جدا جدا في ان هي انت اولا لو بشرتك من النوع الدهني بتخليكي تتخلصي تماما من الدهون اللي في بشرتك، بتنضف لك وشك من الدهون تماما. او لو بشرتك من النوع، انا بشرتي من النوع الجاف بيكون فيها نسبه دهون او نسبه حاجه، بتعمل تنظيف كامل للبشره. بتعمل لك، بتزيل خلايا الجلد الميته، بتشيل كل خلايا الجلد الميته، بتعمل على ازاله طبقه الجلد الميته، وبتعمل تقشير للبشره، يعني بتعمل اعاده تدوير او اعاده حيويه للبشره زي ما بيقولوا كده، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بتخلي مسامات البشره بتاعتك بتبقى مفتوحه، بحيث لو هتقدري تعملي اي حاجه في بشرتك في الفتره اللي هي بعد ما تعملي بخار على طول، بتبقى مناسبه جدا ليكي. زي مثلا انك لو هتطلعي الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء، لو انت عندك الكلام ده هتلاقيها بتطلع معاكي بسهوله، لان مسامات البشره بتبقى مفتوحه. لو هتعملي شيفنج لبشرتك او وشك او حاجه، بتطلع على طول، بتكون ان هي يعني خطوه مهمه زي ما بنقول كده، تمام؟ كمان في حاجه، ان انت لو هتعملي سكريب او تقشير لبشرتك باي حاجه، اي مقشر عندك او اي سكريب بتعمليه من البيت بمكونات طبيعيه، برضو بتساعدك ان هي تمتص المكونات بتاعه الخليط ده على طول على بشرتك. تعالوا نبدا واحده واحده ونشوف كده. اول حاجه هنعملها هي ايه؟ اول حاجه عندنا وهي انك هتجيبي طبق زي كده وتحطي فيه شويه ميه سخنه، بس تكون سخنه مغليه، يعني انت مش هتحطي فيها وشك، انت هتقربي وشك للبخار اللي طالع من الميه السخنه، علشان كده احنا عايزين الميه تكون سخنه بتغلي. وتاني حاجه عندنا هنجيب فوطه، اي فوطه طبعا انت عندك ما فيش اي مشكله، وهتبداي تعملي الخطوه دي كده، هتبداي تقربي الطبق لوشك كده، وهتبداي تحطي الفوطه كده هوريها لكم هتشوفوها زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل الخطوه دي كده اهو، ونبدا نقفل الفوطه تماما عشان البخار يبدا يطلع للبشره. مش قادره اقول لكم يعني الخطوه دي هتفرق معاكي جدا تماما، هتحسي بفرق رهيب قوي قوي بعد ما تعمليها. كمان في حاجه، انت البخار طبعا هتبقى ميه سخنه وتبقى انت كاتمه نفسك، انت ممكن تقومي تاخدي نفسك عادي وترجعي تاني، وتفضليش على الوضعيه دي. الوضعيه دي هتفضلي عليها ربع ساعه بس، في ربع ساعه ممكن تقدري تاخدي نفسك وترجعي لها تاني عادي، مفيش اي مشكله. بعد الخطوه دي بقى، وبعد ما الربع ساعه بتاعتنا عدت، بشرتنا هتحسي كده ان هي منديه، زي ما تقولي عرقانه كده. هتسيبيها زي ما هي منديه، مش هتنشفي اي حاجه، هتسيبيها خالص عرقانه. وهتبداي تعملي حاجه، اول حاجه هتجيبيها هي الشفره. لو هتبداي تعملي الشيفنج، هتبداي تعملي كده واحده واحده بشرتك كده كده هتبقى منديه، مش هتحتاجي ان انت ترطبي بشرتك او تحطي جل صبار او اي حاجه زي ما قلنا قبل كده واحنا بنعمل الفيديو بتاع الشفره. ممكن اسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف عشان تشوفوه، تمام؟ فهتبداي تعمليها عادي، هتبقى كويسه معاكي جدا في منتهى السهوله. دي اول حاجه خطوه بقى، وهي خطوه ازاله الرؤوس السوداء او البيضاء ايا كان. طيب احنا ما عندناش البنسه بتاعه ازاله الرؤوس هتتصرفي اي حاجه مفيش مشكله، احنا قلنا بابسط واقل الامكانيات والتكاليف. هتجيبي بنسه، اي بنسه عندك، البنسه بتاعه الشعر دي عارفينها، والجزء اللي هو من فوق ده
هتبدأي تمشي واحدة واحدة. احنا قلنا مسامات بشرتك هتكون مفتوحة، فهتكون سهلة جدا جدا ان انت تعملي اي حاجة في بشرتك. تمام. هتبدأي تمشي واحدة واحدة كده عليها وتطلعي. انا حاليا ما عنديش رؤوس بيضاء ولا رؤوس سودا اصلا، بس انا بعملها عملي عشان تشوفوها، بس حاسة ان هي طلعت حاجة. يعني انا تقريبا حاسة ان هي طلعت حاجة معايا. فهنبدأ نعمل كده واحدة واحدة. لا بتطلع يا جماعة والله. وبس كده. الخطوة اللي بعد كده وهي اسكريب التفتيح. انا عملت اسكريب تفتيح عبارة عن معلقة زيت زيتون، معلقة سكر، معلقة قهوة. خلي بالكم في نقطة مهمة جدا، القهوة هتكون سادة، بلاش الناس اللي بتستعمل المحوجة، عشان شفت ناس بتعملها، يعني شفت يعني عندي هنا حد بيعملها يعني بالمحوج. المحوج ده ممكن الحاجات الحبيبات اللي هي التحويجة بقى اللي بيبقوا عاملينها، والبهارات والحاجات اللي بيبقوا حاطينها في القهوة عشان تعمل التحويجة اللي انت عايزاها، ممكن دي تضر بشرتك او تطلع لك حبوب او تطلع لك اي حاجة. احنا مش عشان نعالج حاجة نبوظ حاجة، احنا عايزين نعمل سكريب ببن سادة او قهوة سادة. تمام. فهتكون معلقة ومعلقة سكر ومعلقة زيت زيتون، وهتبدأي واحدة واحدة على بشرتك تطبقيها، وهتستني ربع ساعة او 10 دقايق لو انتي مستعجلة قوي، وتبدأي تغسلي بشرتك. هنبدأ واحدة واحدة كده، نقول بسم الله. انا عملته قبل كده على فكرة المقشر ده، هسيب لكم برضو الفيديوهات في صندوق الوصف تحت. يا جماعه انا مش حاطه ميك اب ولا حاجه، تمام؟ انا مش حاطه ميك اب ولا اي حاجه خالص، مش حاطه بس غير زيت كده ومسرحه حواجبي بس. هو ده اللي انا عاملاه. ان انا ميك اب او اي حاجه تانية لا، بشره نظيفه تماما. ها، عشان تبقوا عارفين، بس انا بعمل معاكم الخطوه فعلي، البشره نظيفه تماما. بس كده هنفضل ربع ساعه او 10 دقايق زي ما قلنا. بس قبل ما الربع ساعه تخلص، لما تيجي تغسلي وشك تبداي تعملي كده فرك بحركات دائريه، بحيث تعملي تبقي ايه، واخده مساحه تنظيف اكتر لبشرتك. تمام كده. وكده انا غسلت بشرتي، بس مش هنشفها، اللي هو اضغط عليها قوي. انا جبت مناديل نظيف، مش لازم الفوطه حتى، عشان خاطر بس الزيت اللي هو مطرح السكريب يعني ما تبقاش الفوطه تبوظ يعني. هنجيب كده بالراحه، وايه بطريقه الطبطبه، يا اما تنشفي كده بالراحه خالص. بصي بتلمسي على بشرتك، عشان بس ايه ما تبقيش عامله حاجه وفي الاخر تبوظيها يعني. بس كده كده البشره اتنضفت تماما والدنيا بقت حلوه اهي خلاص. تمام. بعد كده احنا مسامات البشره بتاعتك لسه مفتوحه، ما ينفعش ان احنا نسيبها كده عشان ما تعرضيش بشرتك للتراب والاتربه والعوامل الوحشه دي كلها تخش تاني وتضيع لك كل اللي انت عملتيه. هتجيبي مكعب تلج وهتبداي تمشي على بشرتك. مش مكعب تلج عموما، ممكن مكعب لو انت عاملاه هو تلج، بس لو انت عاملاه من ميه عاديه، ميه فتره عاديه، او لو انت عاملاه من ميه الورد، او لو انت عاملاه من كمادات الخيار، الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تعمليها في البيت. تمام. وهنبدا نجيب مكعب التلج اهو، هو صغر معايا شويه لان انا ماسكاه بقالي فتره معلش. وهنعمل كده نمشي كده، هنبدأ نمشي كده واحدة واحدة على بشرتنا كلها، حتى ما تحس ان بشرتك خلاص كده بتقولك كفاية، المسامات اتقفلت. تمام كده. بعد خلاص ما وشي اتشرب مكعب التلج كده بالراحة، لو في اي مية او اي حاجة. بصوا الخطوه اللي انا هعملها دي مش اجباريه، هي اختياريه، لو حابه تعمليها ماشي، مش حابه خلاص. بس انا حابه ان انا اعمل، انا جايبه ميه الورد وهبدا ارش على بشرتي. لو عندك اي تونر او اي حاجه بتستعمليها غير ميه الورد مفيش اي مشكله عادي، بس يعني كايه بصي بقى اللي هو نظافه كامله لبشرتك، يعني اللي هو انت بتعملي روتين كامل بقى خلاص كده. تمام. تحسي كده ان بشرتك عايزه تقوم تبوسك وتقولك خلاص انا كده بقيت زي العسل، شكرا ليكي. بصراحه يعني انا بحس بانتعاش رهيب وراحه نفسيه كبيره جدا لما بعمل الكلام ده كله، بحس ان انا راضيه كده عن نفسي. بعد كده خلصنا خلاص الميه الورد رشتها، وبدات ايه اطبطب على بشرتي كده زي ما انتوا شفتوا من قد ايه. بعد كده بقى هبدا ارطب بالترطيب ده.
اهم واخر حاجه خالص، بس هي خطوه مهمه جدا جدا جدا، لازم ترطبي على قد ما تقدري. اتكلمنا كتير جدا في الموضوع ده وقلنا يا جماعه الترطيب مهم قوي. اي كريم بتستعمليه او مناسب لبشرتك هتجيبيه وتبداي تعملي ترطيب لبشرتك. تمام. بشرتي كده خلاص، عملت لها تنظيف كامل. ما خدتش مني اي حاجه مكلفه خالص، ما دفعتش كتير خالص، بالعكس شويه ميه سخنين في البيت ظبطولي الدنيا. ما انتظرتش كتير، انا قعدت في البيت وعملتها بنفسي وعرفت اعمل الخطوات بنفسي، خطوات بسيطه وحلوه جدا. حتى انتوا بصوا هتلاقي بشرتي بقت بتلمع كده زي المرايه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده دوسوا لي لايك. واسفه ان انا عليت صوتي كده عشان في ناس بتقول لي صوتك واطي في الفيديوهات، فاتمنى يكونوا عجبكم، وما تنسوش الشير واللايك، ومع السلامه.